بص يا برو، معاكم ساديو. دلوقتي جايب لك الطريقة بتاعت سيرد الحسابات بتاعت سافيوم اللي عشان تجيب ارقام للواتس وكده. تمام. دلوقتي هيبقى الفيديو هيبقى مثلا زي الجزء الاول، وهنزل فيديو بعده هيبقى الجزء التاني. يعني في الفيديو هنزل هشرح لك ازاي تعمل سيرد حسابات. تمام. وفي الفيديو اللي بعده هشرح لك ازاي تطلع ارقام من الحسابات دي، ونبدأ الفيديو. تمام. هو ده البرنامج. بس قبل ما نخش على البرنامج هنخش على التليجرام. تمام. هنيجي في اي شات هنكتب يوزر البوت بتاع الأداة. هتكتب اكس او شرطة 2 شرطة بوت. تمام. هتخش عليه. هنمسح لو في مسجات مثلا. هتخش عليه من الأول. هيجيب لك لو في اشتراك إجباري أو كده، هتخش على القناة بتاعة الاشتراك الإجباري. ترجع تاني هيبدأ يجيب لك كده. أول حاجة انت هتعملها عشان تجيب الأوامر بس بتاعته، انت هتحتاج البرنامج توب تطبيق. هتخش على اللينك هو البرنامج اللي انا هستخدمه، لان ديت نسخة محسنة مثلا عن اللي في المتجر او كده. هو البرنامج عموما. هتخش على البرنامج، ندوس بلس، استناه يحمل. اللي هو انا مسحت البيانات بتاعت البرنامج، اللي هو انا ببدأ من الاول معاك. هو ممكن يكون بيحمل بطيء عندي لان النت وحش او كده، النت ضعيف عندي وكده. تمام. كده البرنامج فتح معانا. هنخش هتدوس على 3 شرط اللي فوق على الشمال دول. تمام. هتدوس على باب دي، لا بي اي بي. تمام. هيجيبك هنا عند انستل دي، هتلغي علامة الصح دي. تمام. تيجي نكتب هنا ايه المكاتب. نجيب المكاتب منين؟ من البوث. هتكتب مكاتب، هتلاقي جاب لك المكاتب عندك اهي. هتحددها كلها وتمسحها. تمام. حدد الاول والتانية. ودي اخر واحدة. تمام. كده خدنا المكاتب كلها في الكوبي عندنا، تبقى في الحافظة كلها يعني. تمام. هنبدأ نثبت أول واحدة، هنحطها وندوس انستل اللي هي هنا دي. نستناها تحمل شوية. تمام. دي كده أول مكتبة اتحملت. تيجي تحط اللي بعدها. هي عموما بتبقى أول واحدة بس اللي بتاخد وقت معاك، بعد كده بتخلص بسرعة عادي جدا. تمام. التانية خلصت اهي. اللي بعدها 6 2.
وديت اخر مكتبة فيهم. تمام كده كلهم اتحملوا معانا. نرجع بقى في البرنامج، هنخش على البوت الاول، هنكتب الاداة، تخش عليها ديت الملف بتاع الاداة، هتدوس عليها تعمل حفظ في التنزيلات. تمام، تعمل حفظ في التنزيلات اهو. هنيجي نرجع على البرنامج، تخش على علامة الفايل اللي فوق دي. تمام، هتدوس على اوبن. تمام، طبعا اديله الصلاحيات عشان يدخل على الملفات. هتدوس على اول واحدة، هتلاقي الملف عندك في فولدر داونلود دوت، هتلاقي فيه تليجرام اهو، فولدر تليجرام اهو. هتلاقي هنا بقى هتلاقي الأداة زي ما انت حملتها، هتلاقي اسمها حسابات سافيوم، هي دي. هتدوس عليها تفتح معاك بالشكل ده. هتدوس على علامة التشغيل اللي على اليمين دي، هتلاقي ان الأداة هنا بتطلب منك اي دي تليجرام. هترجع بقى على البوت، انت الوقت اللي محتاجه الاي دي بتاعك، هتكتب اي دي، هيتبعت لك الاي دي، هتدوس عليه وتاخده كوبي. هتحط الاي دي في الأداة وهتستناها. المفروض ان هي الوقت كده هتبدأ صيد معاك. تمام كده الصيد بدأ. هي عموما بتاخد وقت، بتطول شوية، ممكن مش عارف، ممكن تعمل مثلا 5 دقايق ولا حاجة عما تطلع أكتر من حساب، اللي هو تطلع 10 حسابات مثلا أو أكتر، مش متأكد يعني، متحسب لهاش انت فاهم. بس هو انت تفضل قاعد في الواجهة دي لحد ما تطلع حسابات، اللي هو أنا بفضل قاعد هنا. هو أنا عموما دلوقتي هسرع الفيديو لأن هي بتطول شوية، وبرضه بتبقى على حسب النت، فأنا هقلب برضه ده. تمام، دلوقتي انا هفضل معاك هنا لحد ما تصيد حسابات. تمام، وهرجع لك في البوت تاني. هو المفروض الحسابات اللي هتتصاد هتجيلك هنا في البوت. تمام، هسرع عن الفيديو عشان ما نطولش في الفيديو شوية لحد ما تصيد حسابات. كده يا اخواتي انا اكون عملنا صيد لحسابين. تمام، كل ما هتطول طبعا في الصيد وكده، كل ما هيجيب لك حسابات اكتر. طبعا انت ممكن زي ما انا عملت ترفع البرنامج معاك في التليفون، او تعمل تقص الشاشة مثلا ان هو يبقى في نص الشاشة، وتستعمل انت التليفون بعد كده عادي، في تدخل برامج تانية ان كان واتساب او تليجرام او ايا كان. تمام، وتسيبه شغال على الصيد عادي. تمام، انا عن نفسي هجمع دلوقتي اكتر من اداة، عشان انا اكتر من حساب، عشان هصور الفيديو دلوقتي ان انت ازاي تجيب من الحسابات ديت ارقام فين. كده اكون خلصت. يا ريت بس تعمل لايك للفيديو، متنساش تشترك في القناة عشان الفيديو الجزء التاني يوصل لك. وبس كده.